السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. مرحبا بكم معايا في قناتي وصفة جديدة، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. نقترح عليكم شهدة مالحة اللي كتجي اكثر من رائعة. اللي ما كياكلوش ليها الوليدات الخضرة فهذه هي الفرصة، نتمنى ان شاء الله تجربوها. على بركة الله. عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، وهنايا كندير خميرة ديال الخبز المعجونة، وكندير الزعتر، وهنا كندير ملعقة ديال السكر سنيدة، وجوج معالق ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون، ديروا اللي بغيتو. وهنا الملح على حسب الذوق، كاس عنبه ديال الحليب، ومن بعد كنكملها بالماء. اللي بغات دير الماء دير الماء كامل، اللي بغات تجمعها بالحليب كتجمع بالحليب، واللي بغات دير نيدو حتى هو وتجمعها بالماء كيجي رائع. اللي عندكم البنات ديروه. صافي انا غادي نستمر بحال هكا، وغادي نضيف خميره حمراء من وزن 8 غرام، كنت نسيتها في الاول عاد ضفتها. صافي وغادي نجمع العجين حتى كنتحصل على واحد العجين اللي ما يكونش جاري، ضروري يكون شاد في راسو، حيت باقي غنضيفو ليه الزبده، وملي كندلكو معاه الزبده عاد كيجينا رطب. صافي نستمر بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وانا كنضيف الماء، شفتوا القياس اللي كنضيف، راه كندير غير نقيطه نقيطه حتى كنتحصل على هذا القوام. هانتوما شفتوا معايا ما كتكونش جاريه. وهنا غادي نضيف ليها واحد الملعقه كبيره تكون عامره ديال الزبده، اي زبده عندكم ديروا، ديال البواطه اولا ديروا الزبده الحيوانيه اللي عندكم ديروا. هنا كتحسوا بها بحال كتبدا تقطع، ولكن ما تخافوش غير دلكوها، يبقاو تجمعوا فيها بحال هكا ودلكوها، راه غادي تجمع معاكم، وغادي تحصلوا على واحد العجين اللي كيجي رطب رطب البنات وكيجي رائع. صافي نستمر هكا حتى كنجمعها وندلكها. وهنا دا هو القوام ديالو، غادي نديرها في نفس الاناء اللي عجنتها فيه في الاول، وندهنها واحد نقيطه ديال الزيت، وكنخليها حتى تخمر مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالها مزيان. وفي هذا الاثناء وهي كتخمر خديت هنايا الخضره، اي خضره عندكم. انا درت البصله والفلفله والكورجيت محكوك وخيزو محكوك وقزبر ومعدنوس. تنضيف لهم واحد شويه ديال الزيت، زيت المائده اولا زيت الزيتون اللي بغيتو. وهنا كنضيف الملح، ضيفوا غير شويه في الاول حتى كتذوقوها، عاد الا جاكم ناقص الملوحه ضيفوا تاني القياس اللي بغيتو. وهنا كنسمها بشويه ديال البزار، درت غير شويه حيت باقي غادي ندير الهريسه. شويه ديال عفوا سكنجبير، وشويه ديال الخرقوم عواد مطحون، وشويه ديال التحميره. ما كثرتش العطريه لان ما بغيتش العطريه تغلب ليا على المذاق ديال هاد الحشوه. وهنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الهريسه كما قلت لكم، راه تحذف ليا المقطع ملي كنت كنضيفها. وهنا غادي نضيف الثومه بودر، الا عندكم الثومه العاديه حكوها. وهنا ملعقه ديال مركز الطماطم، واحد الملعقه اللي تكون كبيره اولا ملعقه صغيره تكون عامره مزيان. صافي غادي ندير هاد المكونات كاملين فوق النار وانا كنحرك، والنار ما تكونوش ناقصين عليها، راه الا كنتو ناقصين عليها غتطلق لكم الماء وغتجي بحال كتاكلوا غير في المرقه. ضروري تكون العافيه تكون متوسطه، ما تكونش ثاني مجهده بزاف، وما كتغفلوش عليها، ضروري كتحركوها مع التحريك المستمر كيف ما شفتوا حتى كتنشف وكطيب، وما كتضيفوش ليها الماء نهائيا. وهنايا بعد ما طابت كيف ما شفتوا كنضيف ليها الفرماج، 3 ديال المثلثات ديال الفرماج اولا 4 اولا 6 اللي عندكم ديروا. واحد الكميه ديال الزيتون مقطع دوائر، وشويه ديال الزعتر. غادي نخلط مع حد الحشوه سخونه باش الفرماج يذوب. ومن بعد عاد غادي نضيف واحد العلبه ديال الطون، كتصفيو ليها الزيت غير شي شويه ماشي بزاف، خليو فيها شويه ديال الزيت حتى هو راه كيعطيها واحد المذاق لهاد الحشوه. صافي غادي نخلطها مزيان باش ندمج داك الطون مع المكونات، والفرماج حتى هو يذوب لينا. وغادي نخلي هاد الحشوه على جنب حتى كتبرد تماما، وعاد كنعمروا بها الحشوه ديالتنا اولا الفطائر اللي بغينا. تيقوني البنات راه هاد الحشوه كتجي رائعه، كتجي بنينه، راه شو تاكلوها غير بمعلقه غير هكا. هنا كيف ما شفتوا معايا العجينه بعد ما خمرات مزيان، شفتوا كيفاش ضاعف الحجم ديالها. ضروري خاصها تخمر مزيان البنات، يضاعف الحجم ديالها 3 المرات. صافي هنا غادي ناخذها، غادي نحاول غير هكا ندلكها غير شي شويه ماشي بزاف. ومن بعد غادي ندير منها واحد الكريسات اللي كيكونوا صغار اولا على حساب نتوما شنو بغيتو، صغار اولا كبار. انا هنا الكميه غتخرج ليا 2 شهدات، الا بغيتو غير شهده وحده ديروا غير نص المقادير. هنا شفتوا معايا الزيت اللي خليت من الطون راني ما ضيعتهاش، غادي ندهن بها المول من الجوانب
هاد المولات راه درت ليه ورق الطبخ، والثاني اللي غندير معكم ما غاديش ندير ليه ورق الطبخ عفوا. هنايا كناخذ واحد الكريسه وكنبسطها غير شويه، كتحاولوا تبسطوا الجوانب والوسط كتخليو فيه العجين شويه. صافي كديروا الحشوه وكديروا الفرماج. انا درت غير هذا الفرماج المربع ديال الساندويتش، وكتجمعوا الجوانب كيف ما شفتوا. الا جاكم فيه العجين بزاف كتقطعوا منه، كتستمروا بحال هكا حتى كتساليو الكميه كامله اللي عندكم. وكتاكدوا البنات ضروري تاكدوا ان هادوك الجوانب اللي جمعنا راه تسدوا مزيان باش ما تخرجش لكم الحشوه من تما. صافي. ومن بعد كنعاود نبسط وحده اخرى نفس الطريقه، تندير شويه ديال الحشوه وكندير الفرماج. كما قلت لكم درت فرماج ساندويتش، اللي بغات دير فرماج محكوك ديرو. صافي نستمر نفس الطريقه حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي ديال هاد الكريسات. صافي البنات، ملي كتستفوهم في المول ديال الفران كتخليو واحد المسافه قليله بين كل وحده وحده باش ملي كيطيبوا غادي يتنفخوا ويلقاو البلاصه فين يطلعوا. صافي كيف ما شفتوا معايا هذه هي الطاوه الاولى غادي ندهنها بيضه. انا درت بيضه كامله، نتوما ديروا اصفر بيضه ولا بيضه كامله، ديروا لها شويه ديال قهوه سريعه الذوبان. انا درت لها غير الخل حيت ما كانتش عندي قهوه سريعه الذوبان. صافي انا غادي ندهنها وتزين كيبقى اختياري. انا زينتها غير بشويه ديال الزيتون دوائر وغادي ندخلها للفران. هذيك الطاوه الثانيه اللي شفتوا معايا هذيك يلا صوبتها، هي الاخرى صوبتها. ما تجي فين طيب ليا هاد الاولى غادي ندخل الثانيه. واللي عندها الفران كبير ما مهم تدخلها واحد تقريبا 2 دقائق حتى 3 عاد تدخلها، ما تخليهاش حتى تخمر بزاف، الا خمرت بزاف راه تتخسر. صافي هنا هذه انا دخلتها الفران، وهذه حتى هي ما تجي فين طيب الاخرى كيف ما شفتوا نفس التزيين. دهنتها باصفر البيض والزيتون مقطع دوائر صافي وكندخلها طيب. والشكل ديال الشهده ديالتنا هو هذا، تزيين بسيط. زينتها غير بفرماج المربع قطعته على شكل ورده بشويه ديال المعدنوسه ولا القزبور اللي عندكم. صافي هانتوما شوفوا الشكل ديالها راه كتجي رطبه. نتمنى تجربوها. واللي شاهدت الفيديو ديالي تخلي لي لايك، واللي كتشوف قناتي اول مره فضلا وليس امرا كنتمنى منكم تدعموني بالاشتراك فيها والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. وهنايا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنقول لكم السلام عليكم، وكنضرب لكم موعد فيديو اخر ووصفه جديده سهله واقتصاديه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.